المعاشات الحالية هيكون لينا لقاءات مع برنامج قمة القصص، وطبعا في تواجد من أهالينا والآباء والأمهات بتتكرم النهارده في مقابل المعاشات والمقابل الخيرية. وهندخل دلوقتي نشوف تكريم أهالينا وهم بيتكرموا بالنقابة، وهيكون معانا استاذ بتقول هيمشي احنا بنروح مع حد ولا حاجه؟ المعاشات الأستاذ أحمد علي. الو. معاكم في قمة العاصمة ولقاءات متعددة، ورئيس نقابة المعاشات بالعناصر الخيرية الأستاذ أحمد علاني. أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ زينب. تقول لنا إيه في يوم الوفاء؟ والله اليوم الوفاة دوت كان يوم كانت الاول فكره طرقه على دماغنا على بالنا كده ان احنا نعيد قيم فقدت في الوطن اللي هي من قيمه الوفاء، وكانت فكره واصبحت حقيقه بفضل الله تعالى وبفضل تعاون مجلس الاداره معانا. بقت حقيقه، وده العام الثالث على التوالي اللي بنقدم فيه يوم الوفاة. يعني عملنا يوم الوفاة سنة 19 سنة 20 21 22 21 22 ده الثالث على التوالي. طبعا أنا كنت برضه يعني ليا الشرف إن أنا عاصرت. الثالث اللي هو كان يوم الوفاة الثالث، وده الحمد لله بفضل الله تم يوم الوفاة الثالث. وإذا كنا في أهل الدنيا أو ربنا يفتكر الواحد، فاليوم ده هيتم مستمر مع الناس اللي هي هتتواصل وتتقدم مكان الواحد. ربنا يديك العمر وتكون كده يوم الوفاء العاشر العشرين على يعني تسعد الملايين اللي هم بيجوا من كل. انا النهارده لاحظت ان من كل المناطق ومن كل البلاد جايين النهارده عشان يتكرموا. والله احنا عملنا دعوه لكل نقابات اصحاب المعاشات المنصوره وجم، والمحله جت، والقاهره، والعاشر من رمضان، واسكندريه. فالحمد لله ان هم بيجوا علشان يقدروا يوصلوا الرساله ديت اللي اتعلموها مننا لاهاليهم هناك، او يكرموا الناس هناك ويمثلوا يوم الوفاء ده، يحتذوا بيه ويعملوا عمل قد خدمات للوطن. مشوار العمل لكل الناس قد خدماتها للوطن، وكل الناس اللي بتتعامل مع العمل العام دي المفروض ان احنا بنجازيها ونكرمها، وطبعا ربنا بيكرم الكل. وان شاء الله بنعمل الحديقه، وفي الحديقه ان شاء الله اللي احنا بنعملها الجديده ديت هيبقى في تعاون اكتر من كده على اوسع ان شاء الله باذن الله. يعني احنا ان شاء الله واخدين 1200 متر من الحديقه لاصحاب المعاشات. ايه هي تاني الخدمات اللي ممكن حضرتك تقدمها لاصحاب المعاشات؟ والله احنا عاملين برنامج طبي، عاملين خصم 50% عند الساده الاطباء، و50% علاج طبيعي، و35% تحليل واشعاعات. والصيدليات عاملين لحد 30% خصم في الصيدليات بموجب الكارنيه بتاع النقابه. ولغير القادرين ان احنا بنديهم خطاب من النقابه يروحوا يكشفوا بالمجان عند الدكاتره. يعني كل واحد عايز يروح عند دكتور معين وما عندوش مقدره ان هو يدفع العلاج، بنكلم الدكتور وبنديله جواب، او بنكتفي ان احنا نكلمه والدكتور بيعالجه وما ياخدش منه فلوس. ودي خدمه بنعملها لاصحاب المعاشات، ومش لصاحب المعاش بس، ولكن الاسره بتاعته كلها بنفس الخصومات، بنفس كل حاجه. وغير كده كمان حاجه ان احنا بنطلع مصايف وبنبني مصيف وبنبني فندق في مرسى مطروح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بعد اذنك يا استاذه، لسه في خدمه كمان هم بيقدموها لابناء اصحاب المعاشات، توفير فرص عمل. بالنسبه لفرص العمل عاملين بروتوكول تعاون مع الحاج ابراهيم العربي بتاع توشيبا، ان اي حد بيعوز يشتغل بناخد الورق بتاعه بنقدمه له هناك، وهو بدوره التخصصات اللي بيعوزها بيعينها لنا. غير كده بنشوف مثلا اي، بس مش على مستوى القناه الخيريه، اكيد على مستوى المحافظه كلها او لا احنا اي حد بيجي لنا عايز يشغل ابنه، عايز يشغل كده، بناخد منه الاوراق بتاعته وانا بروح بقابل الحاج ابراهيم بديله الاوراق ديت، وهو التخصصات اللي هو بيحتاجها بيعينها، وعنده الاستمراريه في مستمرين معاه على هذا الاساس.
طبعا ده حاجه كبيره وحاجه مشرفه، نقابه المعاشات بتقوم بدور فعلا فعال على ارض الواقع. دلوقتي كان مكان نقابه المعاشات والمناطق بنطالب بتعميم يوم الوفاء في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه وفي مع كمان برنامج قمه بنقدم العاصمه. وطبعا انا عارف حضرتك عندك خدمات كتير عايز تقولها. بنقدم كمان مقدمين جواب للسفاره السعوديه على اساس ان هم طلع عماله بره. لا تاشيرات حج وعمره بالمجان. طبعا حلو جدا ما شاء الله. زي ما انا بقول نطالب باقي النقابات او باقي المصالح سواء حكوميه او خاصه بتعميم فكره يوم الوفاه. بشكر حضرتك وبشكر